السلام الله عليكم الدراري والدرارات من الدكال. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التصريح ديال وليد الركراكي. شنو الاسباب اللي واضحين اللي باينين ديال الخساره ديال المنتخب البارح، اللي المباراه ديال جنوب افريقيا. بصراحه كانت واحد المباراه اللي لعبوا الدراري، ولكن ما سعفهمش الحظ، ما عندهمش الحظ. ربما ما كانوش في نهارهم، ولا كان واحد السبب الرئيسي اللي هو غياب زياش وبوفال. راكم عارفين زياش وبوفال شي حاجه ضروريه في التشكيله. وغنشوفوا التصريح ديال وليد الركراكي اللي دوا فيها وشرح فيها بزاف ديال الامور. تفرجوا في لا فيديو ونرجعوا من بعد. وليد السلام عليكم. نتيجة إما 24 تيفي. سي وليد، خرجنا مرة أخرى من الباب الصغيرة. للأسف الدراري ما كانوش، اختيارات خاطئة، ضربة جزاء كذلك ماشي ما تعودناش بحكيمي اللي ضربها. منتخب اللي لعبنا ضده بمستوى ضعيف. أنا كنظن بأن زامبيا كانت أفضل من جنوب أفريقيا. لكن السؤال ديالي السي وليد، هما ان اختيارات لاعبين كانوا مصابين، كنشوفوا مزراوي كيجر رجليه، سايس كذلك، عطية الله اللي كان عنده. بكل صراحه الوداد 8 ديال اللاعبين اللي كاينين في سان داونز هما اللي كيلعبوا اليوم. الوداد ضربتهم شحال من مره، المنتخب اللي كان في المتناول ديالنا. 5 ايام ديال الراحه السي وليد. رحت لي لا كيسيون الله يحفظك، دابا كدير ان ريزومي. لا كيسيون السي وليد هو شنو وقع؟ ماشي هذا هو المنتخب اللي كنعرفوه. 5 ايام د الراحه، منتخب غائب. شكرا السي وليد. ايوا بحال اللي قلتي، واخا ما متفقش معاك، كان عندنا بزاف لي سيتوياسيون، جونا لي زوكازيون فهاد لو نيفو. ليفيكاسيتي مهمه، هاك ما عندي ما نقول. بحال اللي قلتي اختيارات ديالي ماشي واحد اللي كتحبها، كنقولها لك. جو برون لا ريسبونسابيلتي بلا ما تهضر على اللعابه. لي شوا ديالي كانوا غالطين، جاسوم ليليميناسيون، ماشي واحد اللي غتحبها. اليوم قلت لك on a eu les situations, on a un penalty pour revenir dans le match، كان يتبدل كلشي، ما كتبناش، زقلنا. انا عندي لا ريسبونسابيلتي اللي حطيت انكور الحكيمي باسكو كنثق فيه، كيضربوا مزيان في لونطرينمون. مي اون فا ابروندر، ان توكا سو جروب غيتعلم. انا ديما كنقولها، c'est une compétition qui est compliquée pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de surprises, on a eu des blessés, on a eu beaucoup d'absents, on s'est adapté, il y a des jeunes qui sont rentrés. Et on aurait pu attendre mieux d'eux et de moi. Mais aujourd'hui, c'est l'échec du coach, pas des joueurs. S'il vous plaît, je souhaite que vous posiez directement les questions. سؤال مباشر للناخب الوطني. كنتي قلتي لنا اي نتيجه من غير نصف نهائيه فشل، وانك غادي تغادر المنتخب الوطني. واش مازال غنشوفوا وليد الركراكي على راس الاداره التقنيه للمنتخب؟ D'abord on est à chaud, donc ça sert à rien de tirer des. اللي قلت لك من الاول، جو برون لا ريسبونسابيلتي، والكلمه ديالي كتعرفوها. دونك غنجلسوا مع الرئيس مع الجميع، غنشوفوا اللي احسن المغرب. هذه اللي مهمه، ماشي واحد اللي غيتحبع. قلتها لكم فوالا. يا دي او يا دي با دون لي سيليكسيون. اليوم متفقش، يا الدراري بعدا حتى اللي عندهم c'était difficile, une compétition difficile pour tout le monde. On a échoué, وانا الاول. Donc je prends la responsabilité. من بعد غنجلسوا، عندنا الوقت. à ce moment-là on prendra la meilleure décision pour le Maroc. حسن الحريري، ميديا سبورتيفي. كما تيتقال عندنا في الجاكون ديال المغاربه، البكاء مور الميت خساره. عرفتي هذه يا وليد؟ كيفاش؟ ما فهم. البكاء مور الميت خساره، لا يفيد في اي شيء. وليد دائما في لا بروميير كيسيون اللي سولتك النهار الاول تقول لك خلي عليك قطر. هنا في لافريك، ها لافريك، ها ميم لو ديساندونس
كيفاش ما تمكنتيش باش تفوز على فريق؟ شكرا. Mais bah, c'est quoi la question? Ok, Fraki, Zama, c'est pas une question pour moi. On a échoué. Je vais pas répéter 15 fois la question. J'ai dit que j'assume la responsabilité. À partir du moment où c'est qu'on a échoué. Je prends la responsabilité de mes choix, peut-être de l'équipe Libdet, les Dakhlo. Peut-être que sans nos cadres, peut-être qu'on a une autre équipe. On a les blessures la semaine, il fallait s'adapter. On s'est adapté. La seule situation, les Endom Marcao. Après, bien sûr que le jeu était ouvert au Endom à 10, mais on a des situations. Moi, je vois pas le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'essaye d'être honnête, d'être positif. Quand on perd, tout est négatif, mais on a besoin les occasions, besoin les situations. À ce niveau, on ne peut pas se permettre de louper autant. Mais, c'est moi qui prends la responsabilité parce qu'il y a donc, j'ai échoué. Je pense que plus dans l'efficacité, qu'on a échoué à ce niveau-là. Je dis une Coupe d'Afrique, il faut être létal, il faut la moindre occasion. Les 4 jikr, c'est que marqué, Chili d'Arohoma. J'ai le Mouhdaf, deuxième mi-temps marqué. Rej'allor, j'ai les situations, j'ai un penalty. Ma brach. Il dit le Korak Kadem, faut accepter la défaite et dire bravo à l'Afrique du Sud. Bonsoir, monsieur Walid. احنا بغينا يعني سؤال واضح ذكرتي وتحملتي المسؤوليه. انا بغيت غير نعرفوا فين كان لي فاي، واش في لي شوا دي جوار اللي يدخلوا، ولا في لو تاكتيك، ولا في لي جوار ما كانوش. لنا ان كو دوي لي ستاتيستيك تنقول بانه 388 باس 87 باس هما اللي كانوا des passes qui sont pas des passes l'adversaire, يعني des passes اللي مشاو مزيان. 311 passes كلهم مشاو l'adversaire. Merci. On a eu beaucoup de déchets techniques, Lyon, mais on n'a pas été patient dans la construction du jeu. Contrairement à eux, on s'est précipité. Le dernier geste aussi, on s'est précipité. On a aussi athlétiquement, on a été un peu dans le dur sur les transitions, offensives ou défensives. Mais à l'arrivée dans ce genre de compétition, il faut avoir un effectif, c'est ce qu'on avait. Les choix, un Alidertoum, les mecs Sofiane ou Hakim, fallait faire des choix sur les côtés. Je pense que les jeunes, ils ont donné le maximum. C'était peut-être trop pour eux à ce moment-là, mais c'était mes choix et j'avais confiance en eux. Ils ont donné le maximum. Les changements Liderna, Aounona aussi, à l'entrée de Saïbari, l'entrée de Kehbi, l'entrée de Harit. On a essayé de pousser, mais comme je l'ai dit, j'ai échoué, Lyon. C'est mon échec, c'est pas celle des joueurs. On a un bon effectif. La fédération nous a donné les moyens. Joumorja, vous êtes venus. On a échoué. On va réfléchir et on va avancer. Mais c'est pas la fin du monde. Brechola ma brechosh. On n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'équipes favorites, les Khorjo. On va revenir plus fort, même si ça fait longtemps qu'on attend. Mais cette équipe, elle se construit. Il y a beaucoup de jeunes. Je suis sûr qu'ils gagneront la Coupe d'Afrique à l'avenir, Inch'Allah. Mais en tout cas, j'espère qu'ils auront appris aujourd'hui. Et c'est l'objectif aussi d'avoir intégré beaucoup de jeunes dans cette équipe. Merci coach, ça nous fait exactement 10 minutes. صراحة احنا المنتخب كيبقى منتخب مغربي، ووالد راه
خونا وحبيبنا دار داكشي اللي عليه، دار الجهد ديالو، والدراري تا هما لعبوا مزيان، حطوا داكشي اللي عندهم. عندنا ما نقولوا الكره نديروها المره المقبله، وما بغيناش صراحه، ما بغيناش واد الركراكي يمشي، بغينا يبقى مازال في المنتخب. راكم عارفين ما نلقاو احسن من الوليد، حيت الكره هي هادي، مرة تربح مرة تخسر، مرة تجيب تعادل، مرة كل مرة ومرة. ربما الناس غضبوا اللي مشاو لتما باش يتفرجوا في المنتخب، مشاو تما وضيعوا وقتهم واللعيبات وخسروا من جيوبهم. ديما حنا نبقاو نحلموا، ديما حنا علاش حنا ما يكونش عندنا منتخب قوي؟ رجال حنا جيبوا لنا ولاد البطوله، جيبوا لنا ولاد البطوله، اسمعتنا جيبوا لنا ولاد البطوله، شدونا بالراسه ومن الوداد. ديما حنا ديما لا حارس والحارس والو، الحارس والو. فينا بونو، فينا بونو، فينا كبونو. حنايا عندنا منتخب، عندنا منتخب يجيب كاس العالم ويجيب ماتش واحد في كومبيتيسيون كامله. قلنا العاط الله، دوزتي ناميبيا، دوزتي كوت ديفوار، دوزنا جنوب افريقيا، قلنا المستوى ديالك يرتفع باش تخرج على 40 مليون. اما مسامحين كيف تلعبنا في الاخيره. حشومه عليك والله العظيم، والله لا حشومه عليك. باش حنا من 2004 وانتكاسات كل عام كل دوره انتكاسات. راه ماشي مشكل ديال القجاع ولا ديال الرئيس، راه تعدوا الرؤساء. راه عندنا مشكل بالهيكله ديال الكره كامله. راه من 2004 ما كاين والو. واش كنفرحوا شويه نجيو كاين باش يغضبوا هذه، ولكن عاوتاني ما نحقدوش عليهم حتى لواحد الدرجه اللي حيت هما ما كرهوش. الا شفتوا خرجوا اللاعبين راكم شفتوهم بغاو يديروا مع الصحافه اللي سيجوا حتى واحد فيهم ما قدر يدوي، طالع عليهم الدم كاعيين، ما بغاوش يديروا كاع، ما عندهمش اللي كان ديال باش يديروا. محمد جيبي امين يونس عندك العزم. من هنا غنشوفوا لا فيديو ديال هشام جدران المدير الفني المغربي، وكيفاش كيشرح الخساره ديال المنتخب المغربي ديالنا. نتحدث فنيا، هل الثقة الزائدة لدى الإدارة الفنية للمنتخب لا نقول واللاعبين، لأن المنتخب المغربي عندما نجلس أمام الأسماء من أول ياسين بونو إلى حتى زياش، إلى مزراوي، إلى يعني ما في لاعب من هؤلاء ووضع في فريق إلا وصانع الفارق. هذه التشكيلة، يوسف نصيري، يعني سايس، نتحدث عن يعني حكيمي. ما الذي حدث؟ لماذا تشكيلة بهذه الأسماء وهذه الجودة تخسر بهذا الشكل؟ هذه كرة القدم. زيادة كلامك صحيح، لأن إلا تكلمنا على تقريبا 5 عقود ونحن أو من 1676 1976 لم نفوز بكأس إفريقيا ابن البلد. وكان دائما السؤال الذي يطرح نفسه ماذا يجب فعله كي نفوز بكأس إفريقيا. بلدي يتنفس كرة القدم، بلدي يحب كرة القدم، ولكن نستمتع أوروبيا ونتعذب إفريقيا. هل يجب أن نلعب باللاعبين المحليين، لاعبين يعرفوا الأدغال الإفريقية ويكون أحسن، أم لاعبين يلعبون خارج البلد؟ فالاختلاف كبير جدا رغم ذاك الاسماء. هو اليوم تنشوفوها في ارض الواقع، هذا هو اللي غادي يرجع لك نفس الاسماء الذين لعبوا في كاس العالم هما اللي تيلعبوا تقريبا في كاس افريقيا. نعم. وهذا سؤال طريح هنا تيبان لك بان فعلا الادغال الافريقيه محتاجه
لاعبين اخرين، نمط اخرين، تفكير اخر، التحامات اكثر، سرعه احسن، ضباط اكثر. وشفنا اللاعب في افريقيا، الجو، المناخ، الرطوبه، كل هذه العوامل تلعب، زائد النمط ديال 4-1-4-1-4. كنا ندافع ونلعب امام مدارس كرويه كبيره وكنا ننتصر. ندافع اكثر ونلعب على مثلا المرتدات. اليوم كان يجب ان نخرج من هذا القوقعه ونكون نحن من يبحث عن الهدف، من يبحث عن الانتصار. كان من الصعب هنا بين لك المنتخب المغربي من صعب ان يقارع الكبار اذا خرج وضغط عاليا، لانه سيلقى هذا الاشكال الكبير. رغم الاسماء، فبغيت كنمط وطريقه اللعب تختلف من قطر الى افريقيا، وهذا ما تبين. فبعض المرات هاد اللاعبين اللي يلعبوا في اوروبا من الصعب ان يصلوا لذاك المستوى وذاك الثقافه الكوروبيه الافريقيه. كابتن، المباراة لم تكن صعبة، المباراة أعتقد كانت سهلة، والمنتخب المغربي صعبها حتى عندما جاءت ركلة الترجيح التي هي من المفترض أن تكون أمر سهل بالنسبة لأشرف حكيمي، لعب الكرة في القائم. يعني هل المنتخب لم يكن معد ذهنيا إلى أنه سيقابل جنوب أفريقيا، سيصعب عليه المباراة؟ هل المنتخب كان لديه أنه خلاص نحن في النهائي؟ لكننا نعرف بأن اللعب أمام منتخب جنوب إفريقيا، أيضا الإحصاءات دائما تميل الكفة الطرفين، التعادل أو تميل الكفة إلى جنوب إفريقيا. ما ننساوش بأن أغلبية اللاعبين تلعبوا في سان داونز، إذا التوليف، اللاعبين يعرفوا بعضهم البعض، الوداد أحسن بكثير. عندهم بيرسيسو، يعرفون كيف يضغطون، يعرفون كيف يحولون حتى النمط ما اللعب دفاعيا وهجوميا. نعرف التفاهم بين اللاعبين الثلاثه في اللعب، اذا كانوا متقاربين كثير. الذي عاب على المنتخب المغربي في الشوط الاول هو البطء في التحضير. شفنا ما كانتش المسانده كثيرا، كنا نلعبوا كثير على الطرف البدء بنصيب مزراوي كان خطا؟ لا انا تنظن كان خطا. كان من الاحسن لعبوا بعطله اللي هو واجد وحاضر. من بعد تنعرفوا بعد الاصابات اللي تتقع، الاكراهات اللي توقعوا صعبه جدا. اللاعب تيجي من بعد واحد اصابه باش يدخلك في نمط اللعب في مباراه كاس، في مقابله كاس، ومقابله مهمه بالنسبه لنا، ولو انه ليس ذاك المنتخب البعبع، لان صراحه هي كانت فرصه مهمه جدا لكي نفوز بالمقابله. المنتخب المغربي صراحه ما عطاش ذاك الوجه الحقيقي. احترمنا كثيرا المنتخب جنوب افريقيا، رجعنا للوراء اكثر. كنا نحتاج اكثر جرأة، اكثر سرعه في كتمرير الكره. كما نعرفوا كنا بعيدين، زائد جاتنا بعض الفرص، وهذه تتعرف دائما الفرص عندما لا تسجل فيسجل عليك، وهذا كان واضح. فاحنا بحال لقصينا راسنا براسنا للامانه فقط. امام فريق ليس بالقوي كان بالامكان وكنا نمن النفس، لان هي فرصه ذهبيه بالنسبه للمنتخب المغربي، رابع بطل العالم، ان يفوز بهذه. ان لا بالعكس، هي فرصه لنا خروج المنتخبات الكبيره، ولكن لم نستغل ابدا هذه الفرصه. البيلانتي هو البيلانتي اللي كانت واحد الضربه قاتله للمنتخب. نشوفوا حكيمي كيفاش، ما فهمتش انا حكيمي علاش الاشاره. حكيمي غير معقول تضرب في العارضه وتخرج، غير معقول الكره تضرب في العارضه صراحه الله. ولكن ما تقدرش تحكم. حكيمي لاعب كبير محترف كيلعب فرقه كبيره، ولكن ما سعفوش الحظ في هذا البيلانتي هذه.
حتى في الماتش ربما كاين بزاف ديال الاخطاء، كاين بزاف زقلوا بزاف ديال المحاولات. ملي بدا الماتش راه كانوا المغاربه هما اللي مسيطرين على المباراه، ولكن في الاخر ما عرفتش شنو طرا لهم، بحال تراجعوا شويه، بحال عياو. حتى المناخ ديال تما راكم عارفين المناخ كداير تما، مناخ خايب شويه. الا ما كنتيش نيت راه صعيب باش تلعب 90 دقيقه كامله تما، راه شي حاجه اللي السبب اللي شكل واحد النسبه كبيره في الخساره ديال المنتخب هي زياش وبوفال اللي ما لعبوش. هادو حتى هما كيشكلوا حيت هما واحد الركيزه في المنتخب، هما ضروريين ديالهم، واللي هو الاصابه اللي ما سعفاتهمش باش يلعبوا في المباراه. هذا كيبقى تقدرش تحكم. السلام عليكم.